ازيكم يا شباب. كابتن محمد عبد المنصف طلع مع الكابتن مهيب عبد الهادي، قال تصريح جامد قوي، ما تيجي نسمعه مع بعض. بالوضع دلوقتي وعلى الورق بسرعه بس عشان بالورق النادي الاهلي رايح كاس العالم انديه بالكواليتي اللي موجود والسكواد ده، بيلعب انتر ميامي اقل من الزمالك بكتير. عمل معاه ايه؟ اتعادل. يبقى الموضوع مش في انتر ميامي الكواليتي. اقل من لا لا الزمالك؟ لا مدريد. طبعا، امال ايه؟ الزمالك يكسب انتر ميامي مستريح طبعا. طبعا يا مهيب، امال ايه؟ ايوه طب امال ايه يا وبالميراس؟ هوسه بس طيب. لا، بالميراس فرقه محترمه وكويسه جدا. لا، طب الدول بورتو؟ البرازيليه بورتو بالوضع ده لا، آه. الزمالك يعمل معاه نتيجه كويسه. بورتو مش احسن فتراتها. ده كده الزمالك صح. بورتو مش احسن ده فتراتها. كده الزمالك صح. طب انا اقول لك حاجه يا مهيب. انت برضه ثواني خلي يا بالك، كابتن، طب اقول لك برضه حاجه ثواني يا بتتكلم كابتن انت عمار. بتتكلم برضه كابتن بتتكلم مع مش أنا. الزمالك اديني دقيقه. بطل افريقيا، بطل لا الكونفدراليه. ثواني، بطل انت كده أفريقيا. الزمالك بكلامك يصعد عن المجموعه اللي كان فيها الاهلي. يعني لو ها؟ النتائج أيوة. لو النتائج خدها زي ما بقول لك كده، ان هو يكسب انتر يصعد ميامي الزمالك. ويعمل نتيجه كويسه مع بالميراس، حتى لو اتغلب وتعادل الماتش الاخير او حلو. كسب ممكن يصعد طبعا. طب يصعد طبعا. ازاي وهو اصلا ما ما راحش. راحش دوري ابطال؟ كابتن محمد عبد المنصف بيقول لك لو بنتكلم في الوضع الحالي او الوضع اللي هو موجود ده، ان الاهلي رايح بسكواد عالي وطلع وقال لك ان انتر ميامي اقل من الزمالك بكتير، يعني انتر ميامي اقل من الزمالك والزمالك يكسبه، وان الفرق البرازيليه مش عارف ايه جامده وبتاع. قال لك حتى لو اتغلبنا من بالميراس وبورتو بالوضع ده هنقدر نكسبه او نتعادل معاه، نعمل معاه نتيجه ايجابيه. بورتو بالوضع ده، وان الزمالك اصلا هو ما خدش باله ان الزمالك خارج من ستيليني بوش الجنوب افريقي اللي كان في المركز ال 14 من قبل نهائي كونفدراليه مش دوري ابطال. انت متخيل يعني اصلا محمد عبد المنصف والزمالك مش عارفين يلعبوا دوري ابطال افريقيا وعايز يروح يلعب كاس عالم، وقال لك هكسب انتر ميامي اللي فيه ميسي وهكسب بورتو وهتعادل مع بالميراس او هخسر منه. فاحب اقول لك يا كابتن محمد والله العظيم ثلاثه، انا ما عارف انتوا بيدوكوا ايه في 100 عقبه، ماذا تتعاطون في 100 عقبه، ماذا تدخنون في 100 عقبه يا جدعان؟ كده الموضوع بقى اوفر. الكلام ده مش بيتقال على صفحه على اليوتيوب او على صفحه على الفيسبوك، الكلام ده بيتقال في القنوات، في التلفزيون، بيتقال في الاعلام. فالموضوع كده بقى كبير قوي. احب اقول لك يا كابتن محمد ان الحشيش تمام. احب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر. ما تنساش لايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.